بشوف ناس كتير ماشية في الشارع معايا وبشوف ان لون شعرها اشقر او اصفر، طبعا طبيعي. او بشوف ناس معايا لون عيونها ملونة. طيب، سألنا نفسنا سؤال: يا ترى العين الملونة دي جت ازاي؟ او الشعر الاشقر ده جه ازاي؟ لا طبعا ما سألناش نفسنا. طيب، هو ايه الشعر الاشقر ده او ايه العين الملونة دي او صفة الطول وصفة القصر؟ هقول لك دي صفات عندي في العلوم في اول درس في علم البيولوجي عندي، وهي بالنسبة لي اسمها ايه؟ صفات وراثية. يعني معنى كده من الكلام انك هتتكلمي معايا في اهم درس وهو بيعلمني حاجات بشوفها في الطبيعة بس مش بعرف اوصلها. بس هو مين اللي جه يفسرها معايا؟ هو العالم مندل، وعمل لي شوية قوانين عشان يقدر يفسر علم الوراثة. يبقى انا كده اهو اول حاجة اخدها معاك ايه هي؟ قال لي عليها العالم مندل. العالم مندل كان بيكلمني على حاجة اسمها الصفات. طيب، والصفات دي في منها يا صفات وراثية يا في منها صفات مكتسبة. طب ايه الصفات الوراثية وايه الصفات المكتسبة دي؟ اقول لك والله شفت وانا ماشية في الشارع واحد شعره اشقر وواحدة شعرها اشقر. لا ده انا شفت واحد طويل قوي، لا شفت واحد قصير قوي قزم. طيب لا ده انا شفت كمان ان النبات ده في منه وردة حمراء او في منه وردة بيضاء او في منه مثلا وردة بنفسجي. هقول لك تمام، ايه ده؟ ايه الحاجات دي او انتقلت ازاي؟ اقول لك والله الصفات دي قسمتها لحاجتين: هي صفات بتنتقل من الاباء الى الابناء، هي صفات لا تنتقل من الاباء الى الابناء. طب ايه الصفات دي التانية اللي انت بتتكلمي عليها دي؟ اقول لك والله ده النوع تاني من الصفات بالنسبة لي اسمها صفات ايه؟ اسمها صفات مكتسبة. يبقى انا الصفات دي قسمتها لكام حاجة؟ كام جزء؟ قسمتها لجزئين: يا صفات وراثية يا صفات مكتسبة. طيب الصفات الوراثية دي ايه التعريف بتاعها؟ اقول لك والله لقيت ان الصفة الوراثية دي انتقلت من الاباء الى الابناء، يبقى هي صفات وراثية. تنتقل منين لفين؟ قال لي والله خد بالك تنتقل من الاباء الى الابناء. طيب الصفات المكتسبة؟ قال لي والله الصفات المكتسبة دي بمعنى انا هو والله يا دكتور نورهان والله بحب مادة العلوم. انا والله واحدة من الناس بتحب مادة الانجليش جدا بس ما بتحبش العربي خالص. يعني انت لو قلت لي تعالي ذاكر انجليزي ولا تذاكر عربي، اقول لك لا اذاكر انجليزي. طيب بس العكس، عند بابايا بيحب العربي جدا ما بيحبش الانجليزي. طب انت طلعت لمين؟ اقول لك لا دي صفه مكتسبه مش صفه وراثيه. يبقى الصفه التي لا تنتقل من الاباء الى الابناء يبقى دي اسمها صفات وراثيه ولا صفات مكتسبه؟ اقول لك لا صفات مكتسبه. حد هيقول لي في الكومنتات انا بحب العب كوره جدا، انا حريف كوره، بس لو بصيت لمامته وباباه هم اصلا ما بيحبوش الكوره. طب هو اصلا طلع لمين؟ ما تفهمش طلع لمين. يبقى الصفات دي لعب الكوره او حب اللغات او اي حاجه تانية انت بتحبها معايا، يبقى دي صفات وراثيه وصفات مكتسبه؟ اقول لك لا طبعا صفات مكتسبه. يبقى هي صفات ايه؟ احنا كنا بنقول صفات وراثيه تنتقل من الاباء للابناء، او ممكن اقول لك صفات وراثيه تورث من الاباء الى الابناء. هنا لا دي اسمها صفات وراثيه لا تنتقل. يعني الفرق كلمة ايه؟ كلمة لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء. طيب هل يا ترى الصفات دي ليها أمثلة؟ هقول لك يبقى أنا كده هقسم الصفات لحاجتين: يا إما صفات وراثية يا صفات مكتسبة. زي ايه عندي كأمثلة عشان لما يجي سؤال مثلا اختر او سؤال اكمل؟ وراثية زي لون الشعر، لون البشرة، شكل الشعر. يعني واحد مثلا يقول انا شعري ناعم، واحد يقول لي مثلا شعري مجعد، يبقى دي كل دي بالنسبه لي صفات وراثيه. طيب صفات مكتسبه زي ايه؟ زي مثلا مهاره لعب كره القدم.
طيب ايه تاني؟ قال لي والله مهارة تعلم اللغات. طيب هل الصفات اللي بتتكلمي عليها دي انتقلت ازاي؟ قلت له حلو. جه واحد اسمه مندل، كنت قاعدة معاه في قهوة العلماء في شارع العلماء، بس المرة دي قعدت معاه على ترابيزة الجماعة بتوع البيولوجي أو علم الأحياء. قال لي والله بس انت عمال تسأليني أسئلة كتير وأنا عايزة أجاوبك عليها. قلتي هو ازاي الشعر البني، ازاي الابن اللي اتولد ده او البنت اللي اتولد دي شعرها كان اشقر وشعرها كان بني، مع العلم ان مثلا باباها مثلا شعره بني ومامتها مثلا شعرها اسود، هو ايه اللي حصل؟ فقال لي بس والله يا مس نورهان كنت قاعد في كنيسة. طيب قال لي والله خدي بالك ان وانا كنت قاعد لاحظت وانا بتعبد في الكنيسة ان انا قدامي نبات البازلاء. قلت له نبات البسلة؟ قال لي طيب نبات البازلاء ده هو ايه اللي حصل فيه؟ قال لي والله نبات البازلاء ده هو لاحظت ان الوردة بتاعته يا وردة حمراء يا وردة بيضاء. لاحظت نبات البازلاء ده هو البذور بتاعته يا بذور صفراء يا بذور خضراء. لاحظت نبات البازلاء ده هو ان القرن بتاعه قرن اصفر او قرن اخضر. ايه ده؟ اشمعنى نبات البازلاء فيه الحاجات دي كلها؟ قال لي بس يبقى انا هعمل التجارب بتاعتي عليه. يبقى عمنا مندل درس ايه؟ درس الصفات المتضادة في نبات البازلاء. يبقى اول تجربة للعالم مندل. عالم مندل هو عمل ايه؟ هو مؤسس علم الوراثة، هو اللي قال لي يعني ايه كلمة وراثة. عشان ما اجي اسألك مين مؤسس علم الوراثة حضرتك هتقول لي العالم مندل، علم الوراثة. طيب هو درس ايه؟ قال لي والله هبدأ التجربة بتاعتي كتجربة صغيرة هدرس فيها زوج من الصفات المتضادة. يعني ايه كلمة زوج من الصفات المتضادة؟ عشان انا اصلا ساقط لغة عربية. زوج يعني اتنين، بناخد فرضا ان كلمة زوج يعني اتنين. صفات متضادة يعني ايه كلمة صفات متضادة؟ يعني الكلمة وعكسها. كلمة متضادة في العربي كلمة وعكسها، يعني احمر عكسه ابيض، لا ده طويل عكسه قصير، لا ده انا عندي زهرة جانبية عكسها زهرة طرفية. يبقى درس ايه؟ زوج من الصفات المتضادة. طيب هي درس على نبات ايه او درس على ايه؟ قال لي والله درست على نبات البازلاء. وقال لي والله لخصت القانون بتاعي على هيئة مسائل. يعني انت هتقولي لي مسائل في الفيزياء وكمان مسائل في البيولوجيا او علم الاحياء، هقول لك بس قبل ما نعرف المسائل حابة اعرف يا ترى ايه الصفات اللي قال عليها العالم مندل في نبات البازلاء كصفة سائدة وكصفة متنحية. هو ايه اصلا ايه الصفة السائدة وايه الصفة المتنحية؟ هتقولي والله يا مس نورهان بشوف وانا ماشي في الشارع اشخاص طويلة وقليل قوي لما امشي والاقي واحد قصير قدامي. طيب ايه ده؟ يعني معنى كده ان في صفة سيدة والصفة مستخبية. طب الصفة السائدة دي عندي اسمها صفة ايه؟ اسمها صفة سائدة. والصفة المستخبية او انت بتشوفها قليل معايا هي الصفة اسمها صفة ايه؟ صفة متنحية. طيب بشوف على فكرة قصيرين كتير، مش بشوف واحد. اقول لك حلو، خليها في لون العيون. هتلاقي معظم الناس اللي بتشوفهم ماشيين معاك في الشارع بني او سود، لكن الفئة القليلة معايا ان هتلاقي مثلا لونها جراي، يعني عينيها مدية جراي، مدية مثلا جرين، اخضر، مدية مثلا لون ازرق. هتلاقي فئة قليلة جدا وما تقوليش لا. تمام؟ يبقى معنى كده الصفات اللي درستها دي انا قسمتها لايه؟ قال لي والله خدي بالك قسمت الصفات اللي معاكي دي يا صفة سائدة يا صفة متنحية. طيب عمنا مندل درس على ايه؟ درس على نبات البازلاء زي ما اتفقنا. طب ايه هما الصفات اللي درس عليها العالم مندل وقال لي خدي بالك دي صفة سائدة ودي صفة متنحية؟ يبقى انا كده هتكلم على نبات البازلاء. عندي الصفة السائدة وعندي الصفة المتنحية.
قال لي اول حاجه اتكلم في الطول والقصر، لقيت نبات قصير نبات طويل، يبقى اتكلم في طول النبات اهي، طول النبات. عن نبات طويل كصفه سائده، اصلا انا شفت الطول كصفه سائده، وعندي نبات قصير دي كصفه متنحيه. ايه تاني درست؟ والله لون الزهرة. لون الزهرة لقيتها معايا زهرة حمراء زهرة بيضة، يبقى اتكلم في لون الزهرة. يبقى انا عندي زهرة احمر اللون او بنقول عليها قرمزي، وهنا زهرة ابيض اللون. طيب ايه تاني درست؟ لون البذرة. درست معايا ايه تاني؟ درست معايا لون البذرة. طب البذرة لونها ايه؟ قال لي والله لقيت ان بذرة صفراء وبذرة خضراء. طب من الصفة السائدة ومن الصفة المتنحية؟ هلاقي ان الصفة السائدة من حيث لون البذرة. ركز عشان انا بتكلم في لون البذرة، عشان كمان لحظة هتكلم في لون الارض. يبقى الصفة السائدة صفة لون ايه؟ صفة اللون الاصفر. طب المتنحية معايا لا، هي صفة اللون الاخضر. طب لو هتكلم مثلا شكل البذرة، يعني عمنا مندل عمل تجاربه طول حياته على نبات البازلاء، هقول لك اه. طب شكل البذرة اما بلاقي بذرة ملساء، يا بذرة مجعدة مكرمشة كده اهو، يبقى اما شكل البذرة ايه؟ املس وهنا مجعد. طب هتكلم من حيث لون القرن، لقيت ان القرن في الصفة السائدة هو قرن لونه اخضر، لكن في الصفة المتنحية هو بالنسبة لي قرن لونه ايه؟ قال لي والله خدي بالك ده قرن لونه اصفر. طيب شكل القرن، هتكلم من حيث شكل القرن. قال لي والله من حيث شكل القرن في الصفة السائدة هو شكل القرن منتفخ، يبقى اتكلم هنا منتفخ. طيب لو صفة متنحية محزز. طب لو هتكلم من حيث وضع الزهرة، عن الزهرة جانبي ولا طرفي؟ وضع الزهرة معايا في الصفة السائدة هي صفة الزهرة جانبية، بتنمو على الوضع الجانبي، لكن في المتنحية لا، دي بتنمو على الوضع الطرفي. طب هو عمل ايه عمنا مندل؟ افكرك، هو درس زوج من الصفات المتضادة، بمعنى ادي صفة ودي صفة، الصفة دي عكس الصفة دي، يبقى درست زوج من الصفات المتضادة. دي كانت اول تجارب مندل معايا. طيب وضح على اسس وراثية. انا بقول لك ملخص مندل قال ايه. وضح على اسس وراثية نتج تزاوج نبات بازلاء احمر الازهار مع نبات بازلاء ابيض الازهار. طيب عمنا مندل طلع بتجربته بعد ما كان قابع في المكان اللي هو فيه، وقال لي حاجه حلوه قوي. قال لي خدي بالك، ناتج عن اي تزاوج، هتعملي اي تزاوج لاي صفه لنبات البازلاء، لازم يطلع معاكي في الاخر 3 صفه سائده الى 1 صفه متنحيه. يبقى لازم الناتج في النهايه بتاعي يطلع ايه؟ 3 صفه سائده، يعني 3 نواتج صفه سائده الى 1 صفه متنحيه. طيب هل انت اصلا عندك رموز للتزاوج؟ هقول لك اه، مش كان عندي رموز للكيمياء، وكان برضو عندي رموز في الفيزياء، انا برضو عندي رموز في الاحياء او البيولوجي. طيب الرموز بتاعتك؟ قال لي والله لو بتكلم في الاباء دي رمز، بتكلم في الابناء سواء بقى جيل اول جيل تاني، عشان عمنا مندل طلع لي جيل اول وطلع لي كمان جيل تاني.
يا اما عندي علامة التزاوج، يا اما عندي رمز الفرد المذكر. يبقى انا كده عندي الفرد المذكر، وعندي هنا الفرد المؤنث. طيب وعندي ايه؟ عندي الجزء اللي بينقل الصفة الوراثية وبنسميه عندنا الأمشاج. كل دي رموز عندك اقول لك سهلة، كل رمز بيبقى ليه حكاية معايا. طيب الآباء هقول لك والله باخد في الإنجليزي آباء يعني parents، يبقى رمز الآباء ايه؟ P. وباخد والله الآباء الأب اتجوز الأم وجابوا لنا شوية عيال فعمل لي عيلة، والعيلة يعني family. طيب يبقى family 1 family 2 family 1 family 2. طب علامة التزاوج بيبقى علامة الكروس. فرد المذكر اقول لك والله كان ايام الاساطير اليونان كان الراجل يروح يحارب، تمام، فبيحارب بالدرع والرمح، فخدنا رمز الرجل او الفرد المذكر عندي هو الدرع والرمح بالمنظر ده. طيب والفرد المؤنث او الانثى قال لي والله خدي بالك دي كانت بتتزوق في المرايه علشان تستنى جوزها وهو راجع من الحرب، فخدنا رمز المرآة، يبقى رمزها ايه معايا؟ ادي المرآة المنظر ده. طب الامشاج، امشاج اللي هي بالانجليش عندي اسمها جاميطات جي. هي دي الرموز اللي هستعملها في التزاوج. ما تقوليش والله الفرد المذكر مع الفرد المؤنث، لا ما بحبش الكلام الكتير. اكتب لي رموز، يعني هتكتب رموز في الكيمياء ورموز في الفيزياء وكمان معاك رموز في الاحياء. تعالى نرجع للمسألة بتاعتنا. وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج نبات بازلاء أحمر الأزهار مع نبات بازلاء أبيض الأزهار. هحلها ازاي دي؟ هقول لك والله هات لي الرمز بتاع اللون الأحمر، امسك في الصفة السائدة الأول وهات لي الرمز بتاعها. بمعنى أنا عندي الصفة السائدة أحمر، اللون الأحمر، الزهرة لونها حمراء. طيب أحمر يعني إيه بالإنجليش؟ ريد. بتاخد الرمز أول حرف من الكلمة الإنجليش بتاعتي اللي هي الآر. هتكلمني صفة الطول وصفة القصر، صفة الطول وصفة القصر. طب مين السائد معايا؟ هقول لك الطويل، الشخص الطويل او النبات البازلاء طويل. طب طويل يعني بالانجلش يعني tall، تاخد اول حرف هي تي كابيتال. طب عايزه اكتب رمز صفة متنحية، نفس الحرف اللي خدته معايا حرف كابيتال خليهولي سمول، يبقى ده كده رمز الصفة المتنحية. طيب تعالى نشوف هو بيقول لي ايه. احمر ازهار مع الابيض الازهار. اول حاجه بجيب البيرنت بتاعتي. طيب بي دوت، قلت لي في فرد مذكر معاكي وفي فرد مؤنث معاكي بالمنظر ده، وفي ما بينهم ايه؟ ما بينهم كروس. طيب احمر الازهار عمنا مندل مثل الصفه الوراثيه بتاعته برمزين اتنين. طيب الاحمر ريد، ار كابيتال ار كابيتال عشان هو صفه ايه؟ هو صفه سائده. طب قصاده ار سمول ار سمول، ما انت بتجيب الصفه السائده ومنها بتجيب الصفه المنحيه بتخلي الحرف بتاعك سمول. ار سمول ار سمول. طيب طلعت البيرنت، خلاص نطلع بقى الجاميتات اللي هتنقل الصفه الوراثيه بتاعتي جي. طب هو عمل ايه؟ هو عزل العوامل بالمنظر ده، يبقى ار كابيتال لوحدها ار كابيتال لوحدها. ركز في الكلمة عشان بعد كده هعمل نتيجة تزاوج وهطلع لك في الآخر بطلع لي 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية زي ما قال لي عمنا مندل. ار سمول ار سمول. طيب بعد كده بطلع ايه؟ بطلع الفاميلي، طبعا دي بتكون معايا فاميلي 1. طب اول مع اول اهي، اول مع اول، اول مع تاني، تاني مع اول، تاني مع تاني. طيب بقى نعمل التزاوج بتاعي. ار كابيتال اهي، ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال ار سمول. يبقى انا هكتب كده اهو ار كابيتال، كبر بس كده اهي. يبقى انا كده اهو هكتب دي تحت بس عشان نكمل المسألة. اطلع لك ايه في النهاية؟ انا محتاجة اطلع معاك 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية.
طيب الفاميلي بتاعتي are capital or small اهي are capital or small are capital or small يبقى اول مع اول مع تاني وتعمل لي فيصل كده اهو ما تلزقهمش من بعض. طيب تاني مع اول تاني مع تاني تاني مع اول تاني مع تاني. تمام. انا كده طلعت ايه؟ انا كده طلعت فاميلي 1 بس عمنا مندل اثناء المساله الوراثيه طلع لي جيل اول جيل تاني. طب الجيل التاني ده جه منين؟ قال لي والله هاخد فردين من الجيل الاول هعمل لهم تزاوج. بنرفعها كده سنه. خلاص انا خلصت كده الجزء الاول مساله. هاخد 2 مع بعض واجوزهم مع بعض. طب الفاميلي 1 هي البيرنت بتاعتي. طب البيرنت 2 قلتيها تجيبي ايه؟ R capital R small مع R capital R small. يبقى R capital R small مع R capital R small. طب دي كده رمز مذكر، ده كده رمز المؤنث بتاعي وادي علامة الكروس. طيب بعد البيرنت بيجي ايه؟ بعد البيرنت بيجي جاميتات 2. طيب هتعمل ايه؟ برضه هتفصل العوامل بتاعتك بالمنظر ده. تبقى R capital R small R capital R small. طب زي ما اتفقنا اول مع اول مع تاني مع اول تاني مع تاني. تعالى نعملها كده بالاشارات. ايه اول مع اول مع تاني مع اول تاني مع تاني. ركز في اللقطه دي. طيب الفاميلي بقى فاميلي 2. طيب R capital دي R capital وناخد بالنا واحنا بنكتب الرموز كويس جدا. يعني لو انت قصدك R capital بس كتبت لي R capital R small غلط معاك. فبناخد بالنا عشان انا بطلع صفه وراثيه بالنسبه لي سائده، عشان بطلع معاك صفه وراثيه بالنسبه لي 3 صفه سائده الى 1 صفه متنحيه. تعال نكمل. R capital R small اهي R capital R small R small R capital. لا، تكتب الكبير بعد الصغير. دايما عندنا قاعدة عامة سواء في الحياة العملية أو في العلوم إن الكبير قبل الصغير. احترم الكبير. R capital R small R small المنظر ده. طب هو الراجل طلع لي إيه أثناء التجربة بتاعته؟ قال لي والله خدي بالك أهي R capital R small دي كده بالنسبة لي النباتات لونها أحمر. ما هي أول حرف معايا R capital يبقى معنى كده أنت عندك صفة سائدة هي اللون الأحمر. يبقى دي كده 3 صفة سائدة اللي هي بالنسبة لي اسمها إيه؟ أزهار حمراء اللون. وهنا لأ، ده كده بالنسبة لي 1 صفة متنحية. طيب ودي الازهار دي لونها معايا ايه؟ لونها ابيض الازهار. طيب يبقى كده اثبت تجربه مندل اللي هو كان بيعمل لي ناتج تزاوج بينتج لي افراد جيل اول مع افراد جيل ثاني. بياخد بعد ما انتج الجيل الاول بياخد 2 شبه بعض بيجوزهم عشان ينتج لي الجيل الثاني. مندل حب يتفزلك عليا وقال لي طب ما اكبر التجربه واعرف يا ترى ايه اللي حصل معاك. قلت له طب اكبرها ازاي؟ قال لي لا، سيبك من لون احمر ولون ابيض او صفه الطول وصفه القصر. قال لي طب ما اخد صفه الطول مع صفه القصر معاها صفه اللون الاحمر مع صفه اللون الابيض. قلت له ثواني، انت كده عندك 4 صفات. قال لي مش انا درست المره اللي فاتت زوج من الصفات المتضاده؟ قلت له حصل. المره دي هدرس زوجين من الصفات المتضاده. يبقى انا كده اهو. مندل في التجربه الثانيه درس ايه؟ قال لي والله خدي بالك ان العالم مندل درس في التجربه الثانيه زوجين من الصفات المتضاده. من الصفات المتضاده. طب لما درس زوجين من الصفات المتضاده
في الاخر انتج ايه؟ قال لي والله انتجت في الاخر النسبه بتاعتي 3 صفه سائده الى 1 صفه متنحيه. طيب ما تيجي ندرس الزوجين من الصفات المتضادة عشان نعرف يا ترى هو وصل ليها ولا ما وصلش ليها. ولنفترض هو قال لي ايه؟ وضح على اسس وراثيه، يعني مساله هتجيلك كده صريحه، بس ان جنرال يعني قانون مندل التاني مش بيجيلك كمساله، يعني هو ممكن يجيب لك القانون الاول او ممكن يجيب لك القانون التاني لمندل جزء من المساله، ليه؟ عشان المساله طويله معايا. وضح على اسس وراثيه نتج التلقيح الخلطي نبات بازلاء قرونه صفراء، قرونه خضراء وبذوره صفراء. ركز علشان الرموز هتلخبطك. طيب مبدئيا دي مساله الوزاره، قرونه خضراء بذوره صفراء. طب قرونه خضراء بذوره صفراء دي ده بالنسبه لي صفه سائده او صفه متنحيه؟ اقول لك لو انت رجعت معايا في الصفات الوراثيه بتاعتك هتلاقي ان صفه اللون القرون اخضر ده كده صفه سائده معاك، ماشي، وصفه اللون البذر اصفر دي كده صفه سائده معاك. يعني معنى كده ان اول حد من الاباء دي كده بالنسبه لي صفه سائده، بدي كده صفه سائده. مع نبات بازلاء قرونه صفراء بذوره خضراء، العكس، القرون صفراء والبذور خضراء، يبقى دي كده بالنسبه لي صفه ايه؟ قال لي خدي بالك دي صفه متنحيه، ايه صفه متنحيه. موضحا اباء كان تقيل عليا، موضحا اباء امشاج جيل اول جيل تاني. في الامتحان صعب قوي ان هو يجيبها كده عشان دي مساله ثانويه عامه معانا. طب ممكن بس يجي لك وضح لي جيل اول، وضح لي جيل اول، او وضح لي تركيب الاباء، او وضح لي تركيب الامشاج. طيب تعال بقى نحول الكلام العربي الكتير ده لرموز انجليش معايا. قرونه خضراء، قرون خضراء صفه سائده، والاخضر لونه او الاخضر الكلمه بتاعته الانجليش هي جرين، جي، يبقى جي كابيتال، جي كابيتال، واي كابيتال، واي كابيتال، ما هو اللون الاصفر هو يلو، يبقى واي كابيتال، واي كابيتال. مع صفات متنحيه قرون صفراء بذور خضراء، قلت لك هات الحرف السمول من الحرف الكابيتال معايا، يبقى جي سمول، جي سمول، واي سمول، واي سمول. طب بعد كده باخد عامل وراثي من كل واحده، يعني الجي اهي، هتلاقي الجي دي شبه الجي اللي بعدها، والواي دي شبه الواي اللي بعدها، يبقى اخد جي واي كعامل وراثي، يبقى بيرونت 1 جاميتات 1 زي ما اتفقنا. انا كده عندي الفرد المذكر وكده عندي الفرد المؤنث. طب الجي سمول دي شبه الجي سمول، والواي سمول شبه الواي سمول، يبقى جي سمول واي سمول. بعد كده بعمل التزاوج بتاعي عشان اطلع فاميلي 1 او الجيل الاول. طيب يبقى جي كابيتال جي سمول واي كابيتال واي سمول. طلع لي ايه؟ طلع لي في الجيل الاول 100% صفه سائده. طب وقلت لك اخد ده مع واحد شبهه واجوزه عشان اعمل الجيل التاني. ادي الجيل التاني اهو، جي كابيتال جي سمول واي كابيتال واي سمول، جي كابيتال جي سمول واي كابيتال واي سمول مع واحد شبهه، جي كابيتال جي سمول واي كابيتال واي سمول. يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ فرد المذكر، وده كده بالنسبه لي فرد المؤنث. طب هتمثل لي ايه؟ هتمثل لي بيرنت 2 او الجيل الثاني. ما هو خلاص بقى الجيل الاول اللي هي فاميلي 1 حولتها للاباء اللي هي بيرنت 2. طب بعد كده طلع جاميتات بتاعتي. طب الجاميتات بتاعتي قال لي ايه؟ قال لي والله ثواني، انت عندك هنا الجي دي مختلفة عن الجي دي، والواي دي مختلفة عن الواي دي. هتلاقي واحدة جي كابيتال وواحدة جي سمول، واحدة واي كابيتال وواحدة واي سمول. طب يعني انت كده طلع لي كام مشيج؟ اطلع لك 4 امشجة اهي، جي كابيتال واي كابيتال دي مع دي. الحركة اللي كنت بتعملها في الجواز بتاع الجيل الأول بتاع عمنا مندل في القانون الأول لمندل، هي دي اللي هتعملها في القانون الثاني لمندل. يبقى جي كابيتال واي كابيتال، جي كابيتال اهي، جي كابيتال واي سمول. طيب جي سمول واي كابيتال دي مع دي، دي مع دي اهي، جي سمول واي كابيتال، جي سمول واي سمول. نفس الرصة اللي انت عملتها دي هتطلعها في الثانية، ما هي دي شبه دي يبقى هتطلعها لي في الثانية، هي الجزئية دي.
وبعد كده تضرب أول مع أول، أول مع تاني، أول مع تالت، أول مع رابع، وهتفضل ماشي معايا 16 مربع. يعني هتطلع لي كام ناتج؟ هتطلع لي 16 ناتج. في الآخر هتفصل كل صفة وراثية معاك 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. بمعنى هتطلع لي قرون خضراء لوحدها مع قرون صفراء لوحدها، وهنشوف عددها، وهتطلع لي بذور صفراء لوحدها وبذور خضراء لوحدها، دي كده صفة تانية. وفي الآخر هتأكد إن عمنا مندل هو بالنسبة لي عمل إيه؟ هو بالنسبة لي أثبت لي القانون بتاعه، هو القانون السني لمندل، بيدرس زوجين من الصفات الوراثية المتضادة، 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. طيب تعالى كده نجرب اهي. جي كابيتال جي كابيتال، واي كابيتال واي كابيتال. طب دي مع دي اهي، احنا عملنا دي مع دي، هعمل بقى دي، تعالى نعملها بلون تاني. احنا عملنا دي مع دي، لا هنعمل دي مع دي، ودي مع دي، ودي مع دي. جي كابيتال جي كابيتال اهي، واي كابيتال واي سمول، جي كابيتال جي سمول اهي، واي كابيتال واي كابيتال، جي كابيتال جي سمول، واي كابيتال واي سمول اهي. طيب انت عملتي مرة مع دي، يعني الأول مع الأول، الأول مع التاني، الأول مع التالت، الأول مع نفس الحركة هتعملها في ال3 مرات. طب دي تعال نجيب الأصفر بقى، نمسح دي خالص اهي. أنا بشتغل على دي أساسية معايا. أول مع أول، أول مع تاني، نفس الفكرة هتعيدها معايا لغاية ما توصل ل16 مربع. طيب دي جي كابيتال، جي كابيتال جي كابيتال جي كابيتال جي كابيتال، واي كابيتال واي سمول. طب دي جي كابيتال جي كابيتال، واي سمول واي سمول. طيب دي جي كابيتال جي سمول، واي كابيتال واي كابيتال الأول، واي سمول. طب دي جي كابيتال جي سمول، واي سمول واي سمول. طب خلصت دي، يبقى تاخد دي مع دي، وهكذا لغاية لما توصل ل16 مربع معايا. في الآخر هيطلع لي إيه؟ في الآخر هيطلع لي 3 صفة سائدة، 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. طيب تعالى نكتب. تعالى نكتب الصفات. ده سائد 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 سائد، ما انت هتعرف منين ان هو سائد؟ ما انت بتشوف اول حرف معايا، سائد 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 سائد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وادي معايا ال12. طب انا كده بتكلم على ايه؟ انا بتكلم انا هفصل كل صفه وراثيه عن الاخرى. طب الجي دي اصلا كانت رمز ايه؟ رمز للقرون الخضراء، يبقى 12 قرن اخضر، ادي 12. انا بتكلم عن صفة اللون، القرون اهي، القرون الخضراء الى القرون الصفراء الى. تعالوا بقى نعد القرون الصفراء. يعني ايه قرون صفراء؟ هتدوري على جي سمول. احنا كده كنا جبنا القرون الخضراء، عايزين نجيب القرون الصفراء. دوم اكيد لا، ما انت خلاص دي قرون خضراء. ادي 1 2 3 4، يبقى انت كده عندك 12 الى 4 قرون صفراء اهي. طب لو عملت اختصار في الرياضة، هتلاقي على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها التلاتة. ايه ده؟ ده زي ما قال عمنا مندل، 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. جربها
في قرون جربها في صفة البذور الصفراء أو البذور الخضراء. تعالى نجرب. طيب أنا هبص لإيه؟ هبص للواي. يبقى أنا أمسح كل ده أهي من جديد وهبص للواي بس. أنا عايزة أبص للواي بس. ادي اهي. طيب هنبص لدي واي كابيتال اهي. كابيتال 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 كابيتال. ماشي. ادي الكابيتال ادي الكابيتال دي. لا دي سمول مالناش دعوه بيها اهي. تمام. كابيتال 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 كابيتال. تعالى نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى انا هتكلم في القرون البذور الصفراء. هتكلم اهو. البذور الصفراء كصفة سائدة إلى البذور الخضراء. طب احنا لما عدينا طلع معاك كام؟ طلع معاك 12 من حيث البذور الصفراء إلى. هنعمل بلون تاني بقى. ادي اللون الأزرق اهو. أنا كده هدور على إيه؟ هدور على البذور الخضراء وهي الصفة المتنحية. أنت اخترت دول فاستحالة تختارهم تاني. ادي 1 2 3 ادي 4. طيب يبقى 12 بذور صفراء إلى 4 بذور خضراء. طب هنختصر على 4 فيها الواحد على 4 فيها 3. ايه ده؟ يعني في الاخر سواء ورثت صفة وراثية متضادة زوج من الصفات الوراثية المتضادة او ورثت زوجين من الصفات الوراثية المتضادة، في كلا الحالتين هيطلع لي ايه؟ 3 صفة سائدة الى 1 صفة متنحية. وبكده نهيت معاك ايه؟ اهم قانونين في الوراثة. مين مؤسس علم الوراثة؟ هو العالم مندل. طب عمل كم قانون؟ عمل اتنين من القوانين. القانون الأول لمندل وكان بيدرس زوج من الصفات الوراثية المتضادة، وعمل القانون الثاني لمندل وبيدرس زوجين من الصفات الوراثية المتضادة. طيب هحل ازاي واطبق ازاي؟ ده كفاية كمية رموز عندي رهيبة. هقول لك والله طبق بإيديك هتلاقي الموضوع سهل. حل كتير هتلاقي الموضوع سهل وهتلاقي نفسك مشيت على الرموز بتاعتك دي اللي هي الانجليش اللي انت اصلا بتقراه. اتمنى لكم التوفيق كلكم. طمنوا عليكم طبعا في امتحان الوحدة الأخيرة وهي الوحدة الرابعة دي يا ترى بتدرس إيه معايا؟ قال لي والله الوحدة الرابعة تدرس موضوع مهم جدا في كلية الطب عندنا وهي موضوع الهرمونات. طيب يا ترى الهرمونات دي بتتفرز منين؟ قال لي بتتفرز من أماكن مخصصة ليها اسمها غدد، بس عشان الغدد دي بتفرز في الدم مباشرة فأنا سميتها الغدد الصماء. يبقى الهرمونات دي تتفرز من مكان مخصص ليها سميته ايه معايا؟ سميته الغدد الصماء. طب الغدد الصماء دي معايا يا ترى كام غدة؟ قال لي خدي بالك ده انت الغدد الصماء معاكي 5 غدد في وش العدد. يبقى انت كده معاكي كام غدة؟ 5. طيب اول غدة بنسميها المايسترو عندنا او بنسميها الغدة الرئيسية وهي اسمها ايه؟ اسمها الغدة النخامية. يبقى رقم 1 معايا انا هطلق عليها لقب ايه؟ هسميها الغدة النخامية. طيب رقم 2 معايا وهي الغدة في المكان هنا معايا وهي اسمها الغدة الدرقية. ورقم 3 معايا ما بين المعدة والأمعاء الدقيقة وبسميها غدة البنكرياس. ورقم 4 معايا هي الغدة اللي فوق الكلية وبنسميها الغدتان عشان عندي كليتين، غدتان قذريتان. ورقم 5 والأخيرة معايا وهي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الغدد التناسلية. طيب تيجي نعرف كل واحدة مع بعض. قال لي والله سهلة.
انا هتكلم عن الايه؟ هتكلم عن الغدة النخامية. مكانها فين؟ بتفرز هرمونات ايه؟ يا ترى ايه الخلل الهرموني اللي فيها؟ قال لي والله الغدة النخامية دي مكانها معايا اسفل المخ. طيب بتفرز هرمونات اسمها هرمونات ايه معايا؟ تفرز هرمونات اسمها هرمونات النمو. يبقى اهم هرمون بتفرزه الغدة النخامية هو اسمه هرمون ايه؟ اسمه هرمون النمو. طب يا ترى ايه الخلل الهرموني لهرمون النمو؟ يعني انا مثلا الهرمون بيتفرز عندي يا بالزياده يا بالنقصان، مش في المستوى الطبيعي. لو انه المستوى الطبيعي ما كانش شخص طبيعي. طب لو بالزياده والنقصان ساعتها هسميه افراز هرمون عادي ولا هسميه خلل هرموني؟ لا ساعتها هسميه خلل هرموني. طب يبقى ايه الخلل الهرموني لهرمون النمو؟ قال لي والله انت عندك حالتين، يا اما انت عندك بالزياده يا اما انت عندك بالنقصان. طب لو انا عندي زياده افراز هرمون النمو، يا ترى بيحدث مرض اسمه مرض ايه؟ اسمه مرض العملاقه. يبقى المرض اللي بيجيلي ممكن يجيلي مرض ايه؟ مرض العملاقه. طيب الحاله التانية او الكيس رقم 2 معايا، قال لي والله خد بالك ده ينتج نقص افراز هرمون النمو. ساعتها هيديني مرض اسمه مرض ايه؟ اسمه مرض القزملة. يبقى كده عندي مرض القزملة. طيب انا كده عرفت الغدة ده مكانها فين، بتفرز هرمونات الهرمونات المهمة معايا والخلل الهرموني. طب يا ترى الغدة الدرقية دي مكانها فين معايا؟ قال لي خد بالك الغدة الدرقية دي مكانها على جانبي القصبة الهوائية في الجزء الأمامي للعنق. يعني في الحتة دي بالظبط. طب يا ترى ايه الهرمونات اللي بتفرزها؟ قال لي خد بالك دي بتفرز 2 هرمون، يا اما هرمون معايا اسمه هرمون السيروكسين، يا اما هرمون معايا اسمه هرمون الكالسيتونين. طب يا ترى ايه دور ده وايه دور ده؟ قال لي والله السيروكسين ده فيه عنصر مهم جدا معايا اسمه عنصر اليود. طيب لازمته ايه؟ قال لي والله خد بالك ده بيطلق الطاقة اللازمة اثناء الغذاء. يعني مثلا انا باكل كل يوم، الغذاء بيديني طاقة. طب مين اللي هيطلق الطاقة دي عشان الجسم يقدر يقوم بالأنشطة اليومية؟ قال لي اللي هيطلق الطاقة دي هو هرمون اسمه هرمون السيروكسين اللي موجود فيه عنصر اسمه عنصر ايه؟ عنصر اليود. يبقى انا كده عندي اطلاق الطاقة اللازمة من المواد الغذائية. طيب يا ترى ايه دور هرمون الكالسيتونين؟ قال لي كالسيتو اهي، يعني جاي من كلمة كالسيوم، يعني دوره معايا ايه؟ ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. يبقى ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. طب يا ترى غدة البنكرياس دي موقعها فين وبتفرز لي هرمونات ايه؟ قال لي والله غدة البنكرياس دي موقعها عندي بين المعدة والأمعاء الدقيقة. يبقى موقعها فين معايا؟ قال لي خدي بالك ان البنكرياس دي موقعها بين المعدة والأمعاء الدقيقة. خد بالك هي دقيقة مش غليظة، عشان جت في امتحان سنة من السنين جت لك أمعاء غليظة سؤال صح وغلط. أكيد في بعض الناس عملته بالنسبة لي صح، بس هي الإجابة الصح عبارة عن إيه؟ أمعاء دقيقة وليست أمعاء غليظة. طب بتفرز كام هرمون؟ قال لي خدي بالك دي بتفرز هرمونين 2 زي الغدة الدرقية، بس هرمون اسمه هرمون الانسولين. يبقى الهرمون ده اسمه هرمون ايه؟ اسمه هرمون الانسولين. يا اما الهرمون التاني عكس وظيفة الانسولين وهو اسمه هرمون الجلوكاجون. طب يا ترى ايه وظيفة ده وايه وظيفة ده معايا؟ قال لي والله لما اجي اكل اكله كويسه واكل حلوه، اي مواد غذائيه انت بتاكلها معايا بتتهضم، بس بتتهضم لحاجه اسمها مواد اوليه. طب ايه المواد الاوليه دي للاكل اللي انت اكلته معايا؟
قال لي اي اكل انا اكلته بيتهدر المواد الاوليه اسمها سكريات. يبقى لما اكل اكله وادوس في الاكل قوي يعني كده ايه اللي يحصل للسكر في الدم؟ قال لي والله لو اكلت اكله انا كده مستوى السكر في الدم بيعلى، بس انا محتاجه ارجعه للنورمال او محتاجه ارجعه طبيعي. طيب مين اللي هيرجعه الطبيعي معايا؟ هرمون اسمه هرمون الانسولين. يبقى مين اللي هيرجعه للمستوى الطبيعي؟ هو هرمون اسمه هرمون الانسولين. يبقى ايه وظيفه الانسولين معايا؟ قال لي والله هو خفض مستوى السكر في الدم. طيب عكسه هرمون الجلوكاجون، يبقى رفع مستوى السكر في الدم. طب يا ترى في خلل هرموني هدرسه؟ هقول لك قال لي ايه الخلل الهرمون هدرس ايه؟ مش هدرس الجلوكاجون، لا ده انا هدرس الخلل الهرموني في هرمون الانسولين. طب يا ترى ايه الخلل الهرموني؟ قال لي هيديني مرض مهم جدا كلنا بنسمع عنه مشهور. ايه هو الخلل الهرموني؟ قال لي خدي بالك ده بسمع عن مرض السكر والناس اللي عندها السكر. طب الناس اللي عندها السكر دي بيجي لها من ايه؟ ان اصلا الانسولين مش بيتفرز عندها او بيتفرز بكميات قليله جدا، يبقى هينتج مرض عندي اسمه مرض ايه؟ اسمه مرض البول السكري. ليه سميته البول السكري؟ عشان نسبة السكر الزيادة اللي مع المريض بتنزل في البول، فعشان كده سميته مرض البول السكري. طيب رابع غدة معايا واسمها الغدة ايه؟ اسمها الغدتان القذريتان. طب هي ليه غدة؟ عشان عندي كليتين، مكانها فين بالظبط؟ فوق الكلية. يبقى الغدتان القذريتان مكانها فين؟ فوق الكليتين. وخد بالك انا بقول كلمة الكليتان مش الكبد، في فرق بين الكلية والكبد. انا موضوع دراسة النهاردة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكلية. طيب هتفرز لي هرمون اسمه هرمون ايه؟ تفرز هرمون واحد بس معايا اسمه هرمون الادرينالين. بدل اسمه هرمون ايه؟ الادرينالين. طب يا ترى ده بيتفرز امتى؟ او امتى اشوف هرمون الادرينالين يشتغل معايا؟ قال لي والله في حالة الخوف، مثلا قابلت كلب او مثلا عربيه مثلا فاجئتني في الشارع وانا ماشيه عادي جدا، يبقى حاله الخوف، توتر، داخل على امتحان ثانويه عامه او داخل على امتحان الشهاده الاعداديه كمان يومين، او فزع او انفعال. يبقى في الحالات الاربعه معايا دول بيتفرز هرمون اسمه هرمون ايه؟ الادرينالين. يبقى بيتفرز في حالات الخوف، الفزع، التوتر، الانفعال، الغضب. اي حاله من الحالات دي بيتفرز معايا هرمون الادرينالين. واخر غدد معايا اسمها الغدد ايه؟ قال لي اسمها الغدد التناسليه. بس خد بالك احنا خدناها في تانية اعدادي قبل كده، يا اما انا عندي ذكر الانسان يا اما انا عندي انثى الانسان. يبقى انا كده عندي ذكر الانسان يا اما انا عندي في انثى الانسان. ساعتها لو انا في ذكر الانسان هتكون الغدة التناسلية اسمها ايه؟ اسمها الخصيتان. يبقى دي اسمها عندي ايه؟ اسمها الخصيتان. طب لو انا في انثى الانسان يبقى غدتا المبيض مثنى، غدتا المبيض. طيب الخصيتان هتفرز لي هرمون ايه؟ والمبيضان هيفرز لي هرمون ايه؟ قال لي خدي بالك ان الخصيتان هتفرز لي هرمون اسمه هرمون التستوستيرون. طب غدة المبيض هتفرز لي نوعين من الهرمونات، يا اما هرمون اسمه هرمون الاستروجين، استروجين، بروجسترون. تاني هرمون معايا اسمه ايه؟ بروجسترون. يبقى هرمون الاستروجين، يا اما تاني هرمون معايا اسمه هرمون البروجسترون، البروجسترون. وبكده نهينا اخر وحده مع بعض وهي وحده الاحياء معايا، وهي بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في الهرمونات. بس لو وصلت اللحظه دي معايا ما تنساش الشير كتير علشان زمايلك كلهم يستفادوا بزتونة الامتحان وزتونة المنهج بتاعنا. بالتوفيق ليكم كلكم.